عسلامة ومرحبا بكم مع ديوا سويت ناس. توحشتكم برشا برشا وسامحوني عطلت عليكم. اللي تابعوا فيا على الفيسبوك والانستغرام يعرفوا علاش. ماماتي ربي فضل هي اللي جات بحذايا وما لقيتش وقت للمونتاج، اما فرحت بيها وطيبت لها البرزقان، عادة تونسية يطيبوها في بيجا وفي الكيف في 14 ماي يحتفلوا بها بفصل الربيع. البرزقان كل ولاية وكيفاش تطيبوا اليوم باش تشوفوا طريقتي وهو خليط ما بين الاثنين. للغسيت متاع اليوم تستحقوا لحم خروف على حسب أفراد العائلة، كسكسي، فاكهة، زبيب، دقلة، برشا كليل، حليب بقري ماذا بيكم يكون فرشك، زبدة وشوية فحات. أول حاجة نبداو بيها نجرحوا اللحم متاعنا باش كي نطيبوه يشرب لفاح. في مقفول على نار متوسطة نحطوا اللحم والكليل ونغطيوها بالماء، نفوحوه بشوية ملح وفلفل أكحل وزعفران. أنا حطيت برشا خاطر اللي عندي مش حر، انتوما حطوا شوية وإلا تنجموا تعوضوه بالكركم. نغطيوه ونخليوه يطيب حكاية 30 دقيقة. في صحفة كبيرة نصبوا الكسكسي، أنا استعملته أرطب، نزيدو فوقه شوية زيت باش ما يلصقش في بعضه ونبثبثوه بيدينا. نصبوا فوقه حكاية كاس ماء، هذا يساعدنا باش يطيب أسرع وفي نفس الوقت تتنفخ الكعبة وما يتيحش برشا من الكسكاس. نحطوا الكسكسي فور فوق اللحم ونزيدوا له عرف كليل وكعبات عود قرنفل ياسر يفوحوه ويبننوه. نغطيوه ونخليوه حكاية 20 دقيقة. في مقلة على نار هادية نحطوا شوية زبدة ونزيدوا لها شوية زيت باش ما تتحرقش. نقليو فيها الفاكهة حتى تتحمر ويولي لونها مزيان. كان تحبوا نجموا تحمروها في الكوشة. بالنسبة للزبيب بعد ما نقليوه شوية نزيدوا له نكتة ماء باش تتنفخ الكعبة وتولي طرية. نفركوا الكسكسي متاعنا كيما تراو فيه ونحيو منه الكليل وعود القرنفل. فما شكون يسقيه بالماء، انا منحبش نحسو يجيني ماسط، نخير نسقيه بالمرقة اللي طاب فيها اللحم. نزيدوا له شوية زبدة باش نبننوه ونرجعوه يتفور حكاية 15 دقيقة أخرى. ما تنسيوش تزيدوا الماء للحم باش يكمل يطيب بالكدا.
كسكسينا بريسك حضر. نكملوا بتخليط مرقة اللحم مع الحليب ونخليوه يهز غلوة. سيي البرزقان متاعنا حضر وجاي بنين بنين بنين، ما نحكي لكمش على البنة. جربوه وقولوا لي، في العادة يزيدوه السكر اما انا هكا نلقاه كافي. نكملوا نمرقوه بالمرقة والحليب بالكدا، ونزينوه بالدقلة والفاكهة، كل واحد وطريقة تزيينه. ونصبوا فوقه شوية زبدة باش نلمعوا الفاكهة واللحم، وصحة وبالشفاء. كان عجبتكم الفيديو ما تنسوش باش تشتركوا في الشان وتتابعوني على لي ريزو سوسيو الفيسبوك والانستغرام، وتدعموني كالعادة برشا جيمات وكومنتات. قبل ما نكملوا نحب نعرفكم على قناة تونسية عجبتني برشا، اسمها أشهى الأطباق على طريقة يمينة بن علي. أختنا يمينة ما شاء الله عليها تفسر مليح وتوسع بالها وتعطي برشا نصائح. تو نكتب لكم رابط القناة متاعها في خانة المعلومات، برا شوفوها واشتركوا فيها، عندها برشا وصفات تونسية تعمل الكيف. وتوا ما بقى كي باش نقولوا مع بعضنا، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال.